هاي اشكال المطاعم هنا. طبعا احنا وقت الغداء. طبعا الميزة بهذا الشارع انه تمشون وتاكلون. طبعا اكو هواية مطاعم يقدمون مختلف الانواع من الاكلات. هذا همين هنا يسوي سندويشات مال سمك. هاي انواع الشوربات اللي يقدمها حوالي 30 نوع شوربة. شوربات الخضار، شوربات اللحم، شوربات يعني البقوليات. حتى عندهم شوربة الباشا كلسي. احنا نشوف انا وابو ياسر ايش نطلب. طبعا هذا من المطاعم اللي يسوي الشوربة بجودة كلش هادية. وهاي ساندويتش الكوكريش. طبعا يعني اكو اللي يحبوها واكو اللي ما يحبوها، كل من وذوقه. احنا اني وابو ياسر كلش نحبها. هاي اللي هي لفت المطعم. ليمون سندويشات السمك اللي واقفين عليه هسه رفعت وغيره يبيعون السندويشات مال السمك، بس هذا يسويها بطريقة كلش طيبة. سبحان الله كل من ورزقه. جينا على هذا المطعم. هذا يقدم أكلة التنتوني. التنتوني هي هذه الأكلة التركية اللي هو يصير يعني اللحم محموس ويقدم لكم وياه الخضروات وهيجي. وهمين اكو عنده قعدات خارجية وقعدات داخلية. طبعا يعني لفة التنتوني الطعم كلش روعة. وهنا طلبنا شوربة المرجنك يعني العدس وشوربة الدجاج. طبعا هنا يجيبون وياه الليمون وهم خالين هنا وياه الفلفل الحار. وهذا الخبز المحمص يعني اللي يشوفه يصبر طرشي. هذا مو طرشي، هذا فجل تركي. يعني عندهم انواع من الفجل. هذا عندهم الفجل الاحمر. اغلب المطاعم خالين جذر الشوربه. جينا على هذا مطعم الشوربة. طبعا عنده انواع من الشوربة. هنا يشوفوا شلون مثبت الاسعار كاتبها على باب المحل. انواع الشوربات يعني حوالي 30 نوع شوربة بهذا المطعم. وهذا اسم المطعم كراكوي شوربة ايف. صار الازدحام عليه. هاي انواع الشوربات اللي يقدمها حوالي 30 نوع شوربة. شوربات الخضار، شوربات اللحم، شوربات يعني البقوليات. حتى عندهم شوربة الباشا كلسي. احنا نشوف انا وابو ياسر ايش نطلب. طبعا هذا من المطاعم اللي يسوي الشوربة بجودة كلش هادية. ويقدم لكم وياها الليمون يعني الخبز المحمص. وهاي اسعاره يعني مثبته. عبارة عن مطعم شي طرازة قديم. وهسه صار اذان العصر. وهذا مطعم الشوربة ايف شوربة سي. وهنا طلبنا شوربة المرجنك يعني العدس وشوربة الدجاج.
طبعا هنا يجيبون ويا الليمون، وهم خالين هنا ويا الفلفل الحار، وهذا الخبز المحمص يعني، وهنا خالي الكاتشب مايونيز، وهذا همين الصمون الثاني، وخالي هنا البهارات الفلفل الأسود. طبعا طلبت شوربة الدجاج ونعصر عليها هاي عصرة الليمون. ناخذ شوف الحار؟ لا بس خلي ليمون، وإذا أشوفها تحتاج في الحار أخليها. الطعم يعني روعة روعة روعة. هذا طلب شوربة العدس. طبعا شوربة العدس يسووها بطريقة هنا كلش طيبة. يعني هذا الخبز المحمص لهم كلش طيب ويا الشوربة، نخلوه بهالشكل. طعم كلش طيب يصير. تشوفون هذا السرع، هذا السرع على ابو السمك. هذا يبيع سندويشات مال، طبعا اكو غيره بس سبحان الله كل من ورزقه. وهاي الأكلة التركية المشهورة اللي هي اسمها التنتوني. طبعا اكو بيها قاورمة باللحم، واكو بيها قاورمة بالدجاج. احنا راح ناخذ اني وابو ياسر وحدة بالدجاج ووحدة باللحم، لان انا ما احب اللحم يعني، ابو ياسر الى باللحم واني الي بالدجاج. هاي هنا يقدم وياها يعني المعدنوس والطماطة والبصل، انتو شو تحبون، خلي وياها توابل بهارات. هاي خلي لها مي حار، هي طبعا تنحمس بالدهن مال اللحم، يخلي لها كل شويه مي حار. هذا اورينا شلون يفرغ الزيت، يحمسها بالزيت. شوفوا شلون يحضرها، شوفوا شلون يحمسها باللحم بالزيت، ويخلي عليها شويه مي. ليش؟ لانه هاي درجه حرارتها الطابه كلش عاليه، فحتى اللحم ما يحترق، فيخبط يعني دهن وزيت، يصير بها يعني حمسه. طبعا طعمها كلش طيب. التنتوني اكو تنتوني دجاج، اكو تنتوني لحم. هاي خلي لها توابل وبهارات. فهذا الخبز هم يخبزوا لهم خاص، يغمس الخبزة بهذا الصوص مال اللحم، وما بعدها هسه شوفوا شلون يحضرها بالطريقة. يغمس هذا الشكل. طبعا اكو يقدموها بالصمون، واكو يقدموها بهذا الخبز. بالخبز شوي يكون يعني خفيف، طعمها يطلع اطيب كلش من الصمونه. بدي صاغلك هذا، شوفوا ده يخليه المي عليه حتى اللحم ما يحترق، لانه بس بالزيت يحمسه اللحم يشيط. We order here. Sit down, please. We can take away. Take away. Yeah. Yes. Would you take away? اللي صار لك يعني عاشت ايدك.
Teşekkürler. Teşekkürler. هاي سندوتشات التنتوني صارت جاهزة. وهنا يقدموا المياه هذا الفجل والليمون والكرافورس وهذا الاتشي البيض بالحار والبهارات. احنا طلبنا وياها صودا ليمون. طبعا يعني لفة التنتوني الطعم كلش روعة. طبعا هذا اللي يشوفه يصبر ترشي. هذا مو ترشي، هذا فجل تركي، يعني عندهم انواع من الفجل. هذا عندهم الفجل الاحمر. هذا شيء هنا همينة لازم تجربون الميديا اللي هو المحار. هنا يحشوا تمن وفلفل اسود، وهاي الاكله المشهوره همينة يسووها طبعا على طريقه ازمير اللي هي مصارين الخروف. اللي اكو يعني يحبوها واكو ما يحبوها. بالنسبه لنا احنا نحبها انا وابو ياسر اثنيناتنا. وهذا همينة المحار. اهم هاي القعدات. وهسه ناخذ ساندويتش واحد او اثنين. هنايا يحمسها او يخليكم اياها طماطة وفلفل اخضر ويحمس. يعني هو يقولها من هذا الشيش، هو هنا محمص الشيش بعدين يضيفها حتى ثاني اياها يخلي شوية لحم مصران ويخلي وياها شوية لحم. طبعا يخلي وياها هاي التوابل، يخلي الفلفل الاخضر والطماطة ويعطيها حمسة ثانية ويخليها بالصحن. شوفوا شلون هي محمولة. طبعا هي مو بس مصارين، هي فوق مصارين وبداخلها اكو لحم. الكوكاريز اللي هي مصارين الخروف يخلون بيها يشوها. وهذه الميديا اللي هي المحار. وهاي ساندويتش الكوكاريز. طبعا يعني اكو اللي يحبوها واكو اللي ما يحبوها، كل من وذوقه. احنا اني وابو ياسر كلش نحبها. اللي هي لفة المصاري. هنا طلبنا طبق محار يعني 5 قطع كلش كافي، لان احنا اكلنا شوربه واكلنا يعني تنتوني، فبعد ورانا اكل هوايه. فنحاول ما ناخذ كميات كبيره، لان قلت لكم هذا شارع كاراكوي هاي كلها مطاعم. فانتوا تحبون تاكلون من كل شيء شويه شويه، لانه تشبعون يعني بسرعه. يا دوبك تخلصون الاكلات اللي موجوده بهذا الشارع. وهاي اكله المحار لازم نعصر عليها ليمون. هذه هو سمن وفلفل اسود وشويه بهارات، يعني خلوها بطن المحاره وهي اللحمايه مال المحاره. طبعا هي تحب ليمون. Gördün mü? Şunu alın biraz daha var mı soracağız? Şöyle o. Bakma. اغلب المطاعم خالين جذر الشوربه.